صباح الفل والنور والهنا عليكم، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام. بصوا بقى النهارده هنروح هوريكم الراجل عمل ايه، يعني عملت ايه في الشقة بالظبط. اول حاجة كده انا دخلت الشقة. طبعا انا يعني مش بصور لكم حاجه حاجه عشان خاطر برضك ما تملوش. فانا انا هوريكم دلوقتي يعني السباكه اول حاجه دي اتعملت. فانا قلت مش هصور لكم السباكه وبعد كده ارجع اوريكم بقى الكهرباء. بصوا هنا انا عملت خلاص السباكه، وكمان الماده العازله اتعملت بس هم بوظوها عشان خاطر بيشتغلوا طبعا بيكسروا وبيعملوا الكهرباء. هنا دي مكان القعده، وهنا كده الحنفيه اللي انا كان نفسي فيها بصراحه عشان اغسل السجاده اعمل اي حاجه، املى جردل. هنا الدش المكان دوت، وهنا كده ده الحوض اللي هو طبعا انتوا عارفينه بتاع الوش وكده. دي الكهرباء بدأت ان هي تتعمل كده. ده الشبابيك انا لسه ما جبتش يعني نجارة ولا اي حاجة، فانا بوريكم حاجة حاجة كده يعني اول باول، بس بجمع لكم الحاجات اللي هي اتعملت اكتر يعني. طبعا اللي هنا ده كده كان التكسير. انا كنت بروح للناس طبعا على ايام، يعني كل يوم بروح لهم الصبح واخر النهار، وساعات اروح مثلا لو طالبين حاجة ان انا اشتريها لهم. فكنت بروح بقى اجيبها. دي كده السباكه. انا بوريكي بس الاول السباكه بعد كده هقول لكم على الكهرباء. هنا ده كده في النص تحت الشباك هيتحط، اللهم صل على النبي، هيتحط الحوض، وممكن رخامه من اول الحيطه لحد الحيطه. وتحت السلك دوت هنا كده حتى الراجل رسم عليه ان هو هيبقى اللوحه اللي هي بتاعه الكهرباء بتاعه الغساله. هنا مكان الغساله. بصوا بقى تعالوا اوريكم عملت لهم اكل ايه. انا هوريكم كده بسرعه كده سريع سريع. عملت لهم كبده، يعني كنت ساعتها في اليوم دوت لاني كنت بنزل اجيب حاجات وكنت متاخره عليهم، فانا قلت همشي كده اليوم حاجه سريعه النهارده، وبعد كده تاني يوم يعني انا طبعا مش بصور كل يوم انا بعمل بصور لكم تخاطيف كده عشان ما اطولش عليكم. دي كبده عملتها ببصل وفلفل وتوم. وده كده الصلصه بتاعت المكرونه. برضو عملتها بقطع بصلايه في شويه زيت كده بديها تحميره تكون البصله احمرت معايا خفيف، وهنا بسلق المكرونه. بعد كده بنزل عليها بالطماطم بقى بتبلها، مكعب مرقه دجاج، فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه اهم حاجه. وبرضو بحط معلقه خل اخليها تتسبك خالص. وبعد كده بقى بروح بعد ما اصفي المكرونه بروح نازله عليها بيها. دي الكبده خلاص انا عبيتها كده، عبيت الكبده وعبيت برضو المكرونه. وهم كانوا 3 افراد فعملت كل واحد طبق مكرونه، ودي طماطم كده مقطعه حلقات يعني حاجه خفيفه وسريعه. بدل ما ان انا انزل اجيب، لان في ايام كنت بجيب لهم مثلا كشري من بره. فانا قلت حاجه سريعه كده بدل ما اجيب اكل من بره ده هيشبعهم اكتر، وخدت لهم عيش. وده عصير برضو عملته لهم. وطبعا الشاي اهم حاجه عند الصنايعيه، يعني اهم حاجه بقى يعني بيقولوها لي احنا عندنا اهم حاجه الشاي، فانا ببقى حاطه لهم هناك. جبت لهم الحمد لله كتل، كنت في الاول بجيب ترمس واملاه وكده. بصوا بقى تعالوا اما اشوف، يعني انا بعد ما رحت اودي لهم الاكل ففي شقه كده قصادنا. انا واخده يعني المفتاح بتاعها من واخدها برضو على الطوب الاحمر، فانا باخدها يعني احط فيها مثلا حاجاتي ان هم يخشوا ياكلوا فيها. ودخلت بقى اشوفهم اشوف بقى هو عمل هو قال لي احنا خلاص كده خلصنا الكهرباء. ناقص بقى ناقص اول ما الراجل ما يجي يعني يعمل المحاره اكون انا يعني يجي بعد كده يعمل السبوتات الحاجات دي. هنا خلاص هو عمل برضو عمل لي الوصله اللي هي بتاعه اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم ذكرني. الوصله اللي هي بتاعه التكييف، بس انا ما نزلتش خراطيم لان لقيتها غاليه. فانا قلت بعمل حاجه حاجه يعني. طبعا الحاجات دي كلها هم بقى اللي عاملينها اللي هو الدبش والحاجات دي. يعني هم نديت لهم فلوس وهم بقى لموها. عشان الراجل مثلا لما يجي اللي هو بيحمل الرمل والاسمنت والحاجات دي فيجي ياخدها في الونش مره واحده كده. ده بقى مكان مكان ما كانوا بياكلوا كده قبلها بيوم. فانا طبعا تاني يوم جيت لميت الحاجات دي كلها. انا بوريكم الكهرباء اللي اتعملت في اماكن كده عملت فيها مفاتيح. طبعا الشقه اللي كانت في الاول معمول فيها كهرباء بس ما كانش فيها مفاتيح كتيره. وهنا خلاص الراجل كسر بيوريني قال لي انا كسرت لك الحيطه بدل ما تجيبي حد، يعني انا كسرتهولك كسرها. الحيطه اللي هي ما كانت ما بين الصاله وما بين الاوضه، فانا فتحتها ريسبشن عشان خاطر توسع معايا. وهنا برضو ده قال لي اعمل لي وصله تاني تكييف في اوضه النوم، فدي الحته اللي انا وريتها لكم دي الوصله بتاعتها.
طبعا معايا ملك هنا مثلا ايه في وقت تشتي وبعد كده ترجع تاني تصيف، تحس كده ان هي ايه بتزهق بسرعة، فلحد ما الجو كده ما تظبط معايا. طبعا الفيديو ده انا مصوراه يعني كام يوم كده، بقالي فترة شوية يعني حوالي اسبوع او اسبوعين. دي برضو لوحة ايه، لوحة دي بقى اللي هي بتاعت العداد نفسه. انا بوريكم الكهرباء كلها. هو تاني يوم بقى قال لي هتيجي في حاجات بس كده هيشطبها، حاجات بسيطة جدا اللي هو هيشطبها يعني. دي جولة كده هوريكم في الاخر هو يعني ايه اللي حصل بالظبط في الشقة. بوريكم السباكة تاني عشان تبقوا لو في تعديلات مثلا عايزين نعدلها قولوا لي برضك عليها كده، وهي لسه كل حاجة كده على في الاول على نور، بدل ما ان انا بعد كده ارجع وايه واهد. انا حبيت ان انا اخدها من البداية على الطوب الاحمر عشان ابقى عاملة كل حاجة تبقى من اولها صح يعني مظبوطة. والكهرباء اللي كانت في الاول دي كلها طبعا شال الاسلاك بتاعتها كلها، لان قال لي الحريق او اي حاجه ماس بيحصل اليومين دول بيبقى السلك ضعيف، فاحنا هنشيل كل الاسلاك دي كلها هنرميها، حتى العلب هنرميها، رميناها وجبنا من الاول حاجات كلها جديده، لفات بكر سلك وخراطيم وكل حاجه جبناها من الاول من البدايه كانها اصلا مش معموله. يعني هو الراجل كان واخد مني حق ان هو عاملها، بس قال لي خلاص كل الحاجات دي لو انت بتخافي ان يحصل حاجه عشان دي مسؤوليه عليا، فلا السلك ده ضعيف مش هيستحمل، فانت ارمي كل الحاجات دي وهنعمل من اول وجديد. فانا جددت من اول وجديد، عملت كل حاجه من الاول من البدايه في الكهرباء، كهرباء كسباكه كاي حاجه. النجاره بقى لسه ان شاء الله هبدا ان انا اجيبها عشان خاطر المحار طبعا ما ينفعش يجي إلا غير لما النجاره تتعمل عشان يعمل عليها. ده الدبش بوريكم. انا دخلت كل اوضه بقى كده عشان اشوف وهنا بقى مكان الكومودينو برضو خليته يعمل لي ايه عشان خاطر لو هعلق اباليج ولا اي حاجه، بس هو بيقول لي مده الاباليج دي ادمت. اللي معايا طبعا يقول لي اذا كنت هعلق الاباليج، انا كان عندي اباليج مش عارفه هعلقها ولا لا، مش عارفه لسه. هنا مكان ايه، مكان وصلة التكييف اللي هي في اوضه النوم، انا عامله في الريسبشن وعامله في اوضه النوم، بس لسه ما وصلتش خراطيم من تحت. يعني انا كان نفسي اوصل خراطيم بس لقيت اللفه غاليه جدا، اللفه عامله لها حوالي 3000، فانا قلت ايه مش مشكله دلوقتي. دي الوصولات كلها اللي وصلها، انا ما حبيتش ان انا اي اصورها لكم. يعني هي وقعت في الكهرباء حوالي 4 ايام، يعني 4 ايام بالظبط وكان خلصها خالص. اللي بيتفرج معايا بقى على الفيديو بالله عليكم اعملوا اللايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو، لان المشاهدات عندي واقعه جدا زي ما بقول لكم الفيديوهات اللي فاتت، وانا كنت بطلت فتره وبعد كده رجعت تاني، فقلت يمكن القناه تشتغل وتقولوا لي ارائكم، بس ما فيش اي تفاعل بصراحه. فربنا يبارك لكم ان شاء الله كده، وكل واحد ربنا يرزقه باللي بيتمناه. الحمد لله على كل حال. يعني بصوا انا ما بين فرحانه ان انا خدت الشقه دي وبرضك زعلانه، انا كان نفسي اخدها بصراحه تمليك بس ما يعني امكانياتي ما سمحتش بصراحه. دعوه منكم بقى، استودعكم.